لو صحيت الصبح لقيت نفسك نايم في مكان غير بيتك، طلعت بره تشوف انت فين ولا ايه اللي جابك هنا وجيت ازاي؟ ولما طلعت لقيت مجموعة من البشر عددهم مثلا 50 انسان ملمومين حوالين تمثال من الشمع وعمالين يسجدوا له ويقولوا له يا تمثالنا المعظم حررنا من الجزيرة دي وابنلنا كوبري من كباريك يعدينا للعالم التاني. فانت بصيت لهم وقلت لهم يا مجانين، انتوا بتطلبوا من تمثال شمع انه يحرركم ازاي؟ ما تقوموا انتوا دوروا على طريق للخروج من هنا واشتغلوا على وسيلة تساعدكم للوصول للحرية بتاعتكم. وقلت لهم على كذا مشكلة موجودة في المجتمع بتاعهم، فكلهم بصوا لك وسابوا كل الكلام اللي انت قلته وقالوا لك انت عبيط، انت بتتريق وبتقلل من التمثال بتاعنا وبتقول انه ملوش لازمة كمان. اهو التمثال بتاعهم ده تابو، وانت كنت بتحاول تكسر لهم الفكرة في انه ملوش لازمة او في عيب يخليه مش قابل للمصداقية، لدرجة انهم طايرين بيه في السما كده. في الفن المصري بقى انت عندك مثلث متفق عليه من ناس معينة انك ما تقربش منه، مثلث اضلاعه هي الدين والسياسة والجنس. لكن ده ما يمنعش ان في كل فترة وتانية يطلع فيلم يخبط في ضلع من اضلاع المثلث ده ويقول لنا اهو تابو نقدر نتكلم فيه ونكسره، لكن بيتقابل بكل عنف وتصدي، اللي هو ما تقربش للحاجة دي اصلا عشان احنا مش هنسمعك، ومن الاخر مش هنساعدك تقولها عشان مجدي تختوخ مش عاجبه الكلام ده. في دور لباسم سمرة في فيلم اسمه 18 يوم كان دور ظابط، وظابط لسانه فالت شوية او شويتين ثلاثة، لكن كان بيعكس لك حقيقة الضباط في الفترة دي، مش دلوقتي خالص. يعني الضباط دلوقتي مش زي زمان، دلوقتي بقى محترمين اكتر ومتفاهمين وبيقوموا بدورهم على اكمل وجه. لكن باسم سمرة في الفيلم ده كان بيكسر تابو شكل الضابط في السينما المصرية، وانه كان دايما محفوظ بانه مساعد وخدوم وعسول وبيحب كل الناس. لا، هو عكس لك الضابط اللي كان موجود ساعتها فعلا، وانه كان بيتعدى على المتهم بشتايم بالاب والام. فيلم اسرار عائلية اللي كان بيتكلم عن فكرة معينة ليها علاقة بالميول الجنسية والتأثير بسبب مرحلة الطفولة. الشيخ جاكسون اللي في اعتقادي ما اتكلمش عن مشكلة دينية قد ما اتكلم عن مشكلة اجتماعية، بس هو خلينا نقول لمس حاجة في الدين. الثلاث افلام دول كلهم اتقابلوا بمنتهى العنف من ناس معينة في مصر، وكمان المجتمع بتاعنا ما كانش قادر يتقبل فكرة الكلام عنهم اساسا. السينما والفن هي مراية المجتمع وانعكاس للحقيقة والخيال، سواء حبيت طريقة عرضه او لا، بس لازم تتقبل ان ده في مجتمعك وموجود. وده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال، هو ليه احنا بنتفرج على افلام زي دي اساسا؟ الافلام بتدينا فرصة اننا نشوف التغيير اللي بيحصل في المجتمع بشكل درامي شبه اللي بنعيشه او عشناه واحنا بنكبر وبنتربى فيه، واحيانا اصلا بيعكس الواقع اللي احنا عايشينه حاليا. بس ده لو النظام الحاكم هو ديمقراطي وبيدي فرصة للصناع يتكلموا براحتهم فعلا من غير تجميل او مثالية كدابة. وليه لازم نعكس الشارع فعلا من غير تجميل او مثالية؟ عشان اللي بيتفرج يقدر يحس بارتباط مع اللي بيشوفه، ويقول ان اللي بيحصل قدامه ده هو عايشه فعلا ومش هيرضى بيه، او لو هيسكت من براه لكن من جواه هيبقى رافض الواقع السيء اللي مجدي تختوخ معيشه فيه. انت ممكن ما تتكلمش عن الواقع بتاعك وتخبيه وتفضل تقول احنا زي الفل وجمال وشاطرين وعسولين ومفيش زينا، بس اللي انت مخبيه عن العيون ومداريه في الاوضه جوه وعامل نفسك مش شايفه ريحته هتبدا تطلع لما يعفن ويبوظ، وساعتها هيبان بطريقه اوسخ من اللي انت كنت خايف تعرضه بيها اصلا. كسر التابوهات في الافلام والصناعه بقى هو نفس الفكره دي بس على مستوى المجتمع كله حرفيا، وازاي المشاهد اللي بتحاول تكسر له معتقد في دماغه هيستوعب وهيخش في حرب مع قناعاته القديمه المحفوره جواه، او لو مش هيحارب معتقد فهو هيحارب الواقع اللي كان قافل عينه عن حقيقته، وممكن يتحول لثوره كامله في بلد بايظه تغير حاجه في البلد دي. ومجرد فيلم اتكلم كان كفيل بتحريك شعب كامل. بص هفهمك ببساطه تاني زي ما انت اتعودت عليا، كسر التابو هيخليك تفكر، ولما تفكر هتوصل لقناعه او افكار انت تكون صاحبها مش حد تاني، وجهات نظر انت مقتنع بيها مش اقنعوك بيها غصب، ومع مرور الزمن افتكرت ان دي قناعتك انت. والله لو فكرت واقتنعت برضو بنفس الافكار الغلط دي مش حاجه وحشه، لانك في النهايه شغلت دماغك، وده قرار جريء قوي في مكان زي مكان مجدي تختوخ مخليك ما ينفعش تفكر فيه اساسا. وحاجه من التابوهات اللي بتتكرر في افلام كتير وهي مشاهد الفقر والبلطجه اللي هي مبالغ فيها جدا في السينما المصريه من زمان مش من دلوقتي حتى. ولكن التابو اللي بيتكرر ده عمره ما اتعمل صح او بصوره واضحه فعلا توضح لك المشكله اللي عامله قلق كده، فتيجي تبص للافلام دي تتصدم بانتشار المخدرات والجريمه والجنس، واللي زي ما قلت لك مبالغ فيها جدا، بس لو جيت للحق هي موجوده برضو في المجتمع بتاعنا مش هنكدب. يعني الكتابه هي كل حاجه، وطول ما في سلسله على رقبه الكتابه عمر ما العمل هيبقى فيه قناعه الكلام عن ظروف حساسه او مبتكره تساعدك على حل مشكله، او مستوى من الواقعيه اللي تخلي فيه نوع من التواصل مع المشاهد اللي هيبقى سطحي وبيكتفي بافلام ضعيفه انت خليته يفتكر ان دي الحاجه الوحيده اللي عندنا ومش عارفين نعمل غيرها، مع اننا عندنا مخرجين وكتاب هم على مستوى عالمي، ولكن يا اما هم رافضين يكونوا جزء من الفن المصري اللي خلاص ما بقاش فن اصلا وبقى مجرد تجاره، او النص التاني اللي هم محتاجين دعواتنا دلوقتي يخرجوا بالسلامه. على فكره مستوى الاخراج في المسلسلات عندنا عالي، وبالذات في الفتره الاخيره لو انت متابع
ويتابع مسلسلات المنصات زي واتشت وشاهد. لكن هيعمل ايه الاخراج العالي لو مستوى الكتابه ضعيف اصلا؟ زي ما قلت لك، الكتابه هي كل حاجه، الرجاله خاينه، البلطجيه والسرسجيه، كوميديا ما بتضحكش، تطبيل لمجدي تختوخ، اي تقليد للاجانب. السينما المصريه لا والعربيه ازمتها الكبيره هي نقص الكتاب، لان المنتجين مش مهتمين يدوروا على فكر ومواهب جديده. وتقدر تشوف كلامي عن مشكله الانتاج في الفيديو اللي هسيبه لك في الاي اللي فوق هنا. ومخرجين السينما كمان بيحصروا الممثل في نفس الدور كل مره، يعتبر لمجرد انه عمل دور قبل كده عجب الناس، فبيقول لك طب يلا هاتوا بقى نحلب فيه لحد ما الناس تكرهه ونرميه في اقرب زباله. والممثل مش بيعترض على حاجه زي كده، لان الممثل ما بقاش همه برضه العمل الفني قد ما بقى همه نفس هم المنتج والمخرج حاليا، اللي هو جمع فلوس على قد ما تقدر. لكن العمل الفني دلوقتي كله حشو بلا طعم، مفيش ابداع. ومش عشان بقول لك عايزين نكسر تابو الجنس مثلا فتجيب لي 2 قاعدين زهقانين ويقوموا واقفين وبايسين بعض ويقلعوا، او عايزين نتكلم شويه في الدين فتجيب لي واحد طالع بجلابيه ودقن وبيزعق على طول، او واحد ملحد عامل نفسه مثقف اكتر من نص الكره الارضيه وبيقول لنا انه لو كان اختار دين كان اختار الاسلام عشان ما تزعلش الجمهور اللي بيتابعك من المسلمين. يعني فيلم الشيخ جاكسون بالنسبه لي مثلا كسر تابوهات كتير قوي في الدين والمجتمع، لكن برضه اتقابل بمنتهى العنف، لان الناس في مصر لسه مش متقبله او مش قادره تفهم يعني ايه تابوه، ويعني ايه مفهوم السينما حره، ويعني ايه توصيل فكره اصلا، عشان احنا ما كلفناش نفسنا وحاولنا نفهمه ونعرف هو عايز يقول لنا ايه. عايز تكسر تابو معين يبقى توظفه صح، مش عشان عايزين نجدد يبقى تحشيلي وتقول لي اهو بنكسر لك اهو. ملخص الموضوع ان المشكله مش خوف في كسر المألوف، المشكله الحقيقيه هي في سطحيه الكتابه. مواضيع كتير فلسفيه ونفسيه ممكن تعمل منها قصه كويسه، لكن اللي بيكتب غالبا وبياخد فرصه في عمل فني هو مش شخص واعي كفايه بمفهوم ازاي تحكي قصه، فبينتهي بيه الموضوع انه يكتب قصه شبه قصص الاطفال، ساذجه وعبيطه وما فيهاش اي تطور للشخصيه او صراع نفسي او تسلسل احداث صح. فبيلجأ بقى انه يسرق فيلم اجنبي ويترجمه للعربي ويروح يتكرم في مهرجان عبيط ملوش اي 60 لازمه. لدي عقد عمل في سنغافورة سأترك من أجله هونج كونج. طيب نقلبها بلدي بقى يا سمعة، نخليها عندي عقد عمل في الكويت، لكن مستحيل أسيب مصر. يعني مصر دي هتجيب صريخ في السينما. انا وانت اهو، الفيلم ده السنه الجايه اوسكار اجدع فيلم. ناس كتير قوي في المجتمع المصري سواء محبين للسينما او مجرد مشاهدين وخلاص بيرفضوا فكره كسر التابوهات دي في الافلام. ما عنديش اي فكره عن سبب كرههم لحاجه زي كده غير ان ده تلقين من ناس هم متخيلين ان دول الصح وهم الغلط، لكن النوعيه دي لو شغلت دماغها لمده 5 ثواني بس هيفهموا ان ده اللي لازم يحصل عشان تعرف تتكلم وتتقدم فعلا بالصناعه، مش مجرد ساعتين حشو ويلا اقلب وخلاص. كل افلام اليومين دول كلها يا ارهاب يا قصص تجاريه يا قصص من حواري ايجيبت بتتكلم عن ناس ما اعتقدش اصلا ان عددهم في مصر اكتر من 10,000 بني ادم، ويا ريتهم حتى بيعملوا قصه عنهم صح، او مسلسل من تاليف ناس زي ابراهيم عيسى. وانت مال اللي خلفوك؟ كله كسر في الدين، بس مفيش بربع جنيه حبكه في المسلسل، تحسه طول المسلسل بيكلم نفسه والله. ولما تيجي تقول يا جماعه تعالوا نتكلم يقوم قايل لك الجمله العبقريه اللي بتتردد وخلاص، خبط براحتك بس بطريقه لا تتعارض مع قيم المجتمع. يا جماعه مفيش عمل فني عليه القيمه في التاريخ كله ما كانش بيتصادم مع قيم مجتمعيه في وقتها. الاعمال اللي انت عايزها ما تخبطش في قيم المجتمع هي اعمال ما بتعيش في دماغ اللي بيتفرج عليها اطول من الاسبوع اللي بتتعرض فيه في السينمات مثلا. بعد كده من كتر سذاجه الفيلم بيختفي من ذاكره المشاهد تماما. شخصيه حاتم رشيد في عماره يعقوبيان ناس كتير قرفت منها، وانا في تحليلي للفيلم هنا في القناه كنت متفهم الناس دي وحطيت لهم التوقيت اللي هخلص فيه كلام عن شخصيه حاتم. لكن انك ترفض اصلا تجسيد شخصيه حاتم وعايزها تتجسد بطريقه كيوت او سطحيه دي حاجه غلط، لان الدور لو كان اتقدم بسطحيه ما كانش هيلمسك او ياثر فيك نفس تاثيره لما اتعمل بالشكل اللي اتعرض، ما كانش هيوصل لك الاحساس اللي حاتم عايز يوصله لك. انت خايف بقى من الضغط اللي هيعمله عليك المجتمع، قول كده، لكن ما تقولش ان لا لازم الادوار الجريئه دي تبقى سطحيه عشان شعور المشاهد. زي ما قلت لك انك لو خبيت حاجه في الاوضه هي هتعفن، ولو مش هتخبيها وهتقفل النور عليها عشان عينك ما تفضلش شايفاها وتوهم نفسك انك في مكان جميل، انت طول ما انت ماشي انت هتخبط فيها وهتوجعك، ومن كتر ما انت هتخبط فيها هيجي يوم وهتزهق من كتر الوجع وهتضطر تفتح النور وتشيلها. في النهايه بس عايز اقول للناس اللي بتكتب لي كومنتات عن انهم خايفين عليا وبيحبوني ومش عايزين يشوفوني في مكان كلنا ما نتمناش نبقى فيه، كلامي كله خارج نطاق الدوله يا جماعه. احنا في بلد اي مواطن في اي دوله في العالم يتمنى يعيش فيها يا جماعه. اي صانع افلام او فن يتمنى ياخد حريه التعبير اللي عندنا. اي حد وزنه اقل من 40 كيلو يتمنى يجي هنا عشان ياكل ويعمل فورمه ويعيش حياه صحيه. اي مواطن مش لاقي شغل بيجي البلد هنا عشان يعيش حياه كريمه. شكرا للبلد دي وشكرا على احتوائها لينا، وشكرا لوجود ناس خايفه علينا بالشكل ده، وشكرا شكرا شكرا لاعلام بلدنا اللي بيسلط الضوء على طول على اي مشكله بتحصل في البلد. بتمنى لاي حد عايش بره البلد دي انه يزورها ويعرف ان كلامي كله حقيقي ومش تطبيل ولا خوف من اي حاجه. المهم انا احمد اسامه من المدينه الفاضله يوتوبيا، وشكرا جدا لوقتك. سلام.